فرحك قرب وعايز تحجز فنان، يبقى الفيديو ده ليك. ومن خلال الرقم اللي ظهر قدامكم دلوقتي على الشاشة تقدر تحجز أي فنان. فكمل الفيديو معايا للآخر عشان تعرف كل التفاصيل. بص يا عريس، أنا مقدر جدا فرحتك ومقدر جدا إن دي ليلة العمر وإنك أنت عايز تفرح. بس أنت مين اللي دخلها في دماغك وقال لك إنك أنت مش هتفرح غير لما تجيب فنان وتفضل الليل كله أنت والعروسة تقضيها رقص؟ ده سؤال وعايزك تجاوبني عليه. والسؤال التاني بقى، العريس اللي مش بيجيب فنان يوم فرحه وبيبقى معاه فلوس وعنده مقدرة يجيب فنان واثنين وثلاثة، هل ده كده مش بيفرح؟ وأنا في الفيديو ده مش جاي أكلمك على حلال وحرام عشان أنت نفسك عارف إنك أنت اللي هتعمله ده حرام. ولو في ناس بتقول لك ان الموسيقى مش حرام وفيها اختلاف بين الائمه، خليهم يقولوا لك برضو ان شرب المخدرات مش حرام وليله وتعدي. ولو انت هتقول لي انا مش جايب مخدرات يوم الفرح وجايب فنان نوبي يوم الدخله، هات لي واحد برضو يحلل لك الاختلاط اللي بيبقى بين الشباب والبنات والنظرات اللي بتبقى متبادله ما بينهم ان دي مش حرام برضو وهي ليله وتعدي. وهات لي واحد برضو يقول لك ان رقص العروسه قدام عامه الناس دي حاجه عادي ومش عيب. وانت برضه حاول تثبت لنفسك انك انت راجل ومش ديوس وانت شايفها بترقص قدام الناس في الوقت اللي انت كنت فيه من غيرتك عليها مش راضي تكتب اسمها في كارت الدعوة عشان الراجل بتاع المطبع ما يعرفش اسمها ايه. فبلاش تبرر الحرام لنفسك بجملة دي ليلة العمر عشان انت اللي وصلك ليلة العمر ربنا سبحانه وتعالى. يبقى يا اخي بدل ما تفضل تشكره تعصيه واقعد مع نفسك واحسبها، هتلاقي ان مفيش فرح خالي من الأربعة دول: الموسيقى والمخدرات والاختلاط والدياسة، وكل دول هيبقوا في ميزان سيئاتك. وآخر حاجة هكلمك عليها هي الفلوس، عشان الفلوس آخر حاجة ممكن تقنعك إنك أنت ما تجيبش فنان. بس خلي بالك كل جنيه هتصرفه هتسأل عنه يوم القيامة، وده مش كلامي، ده كلام حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. فصلي على النبي يا معلم وروح لك عمرة مثلا عشان أنت في غنى عن كل الكلام ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.